أعزائي مشاهدي ومتابعي كايرو لايف القاهرة 24 من الأقصر، معكم ياسر العطيفي. وأول ظهور لأسرة الشاب وائل عامل النظافة اللي مات مقهورا بعدما الشركة الخاصة اللي بيعمل بها قررت فجأة وبدون سابق إنذار فصله. طبعا القاهرة 24 تواصلت مع الشركة اللي أنكرت ده تماما وقالت إنها لم تقوم بفصله، وبالعكس إنه كان على قوة العمل، وكل اللي عملته إنها نقلته من وحدة طب أسرة العوامية إلى مستشفى الكرنك. ولكن أسرة الشاب المرحوم وإحنا دلوقتي في واجب العزاء بتاعه كان لها رأي آخر هنسمعه من عم الشاب المرحوم الحاج أحمد. ازي حضرتك يا حاج أحمد؟ البقاء لله. سبحان الله والدوام. ايه اللي حصل بالظبط يا حاج أحمد؟ احكي لنا الموضوع من الأول. موضوع من الأول، تعبه من أول ما دخل العناية ولا من أول ما هو توفى؟ سبب الوفاة. سبب الوفاة يعني ايه اللي حصل قبل الوفاة بيوم، وازاي سمعت الخبر، وايه اللي جرى بالظبط؟ حضرتك يوم الثلاث المرتب بتاعه كان قاعد معايا في البيت. تمام. اتصل بيه واحد صديقه من الوحدة، وحدة العوامية، قال له وائل تعالى اقبض المرتب. جه. تمام. راح يقبض، راح جاني مكشر. ايه في يا وائل؟ قال له ما قبضنيش. قالوا لي تروح مرتبك في الشركة. فراح الشركة، قالوا له تروح الشركة يوم السبت. راح الشركة يوم السبت، فراح قعدوه من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 4 العصر، ما عرفش يخش. تمام. فراح تاني يوم الأحد، راح تاني يوم، راح قالوا له هات اليونيفورم بتاعك وتعالى خد المرتب. ازاي حضرتك بتقول انت دلوقتي ان هم ما فصلوهوش، حولوه من مكان لمكان ووقفوا مرتبه لحد ما جاب اليونيفورم ده؟ راح جنة جاب باقي اليونيفورم، كان في بدله عندي وبدله في جنة، وراح جاب اليونيفورم من جنة وراح سلمه وراح. طب حضرتك ازاي واحد مبصمينه وهو معاه، هو ما بيعرفش يقرا ويكتب؟ المرتب كل شهر بيختم بالختم معاه. ازاي حضرتك ازاي مبصمينه ورفضوا يسلموه مرتب؟ وازاي حولوه هيشغلوه من مكان لمكان بدون يونيفورم؟ سلم اليونيفورم ليله ما ادوه مرتبه، ومرتبه ده كان عدى الشهر بتاعه. قلت حاجه ثانيه، خد مرتبه ومشى، بس خد المرتب وسافر على جنة، بس ما قالوش انت بكره من يوم كذا في المستشفى الكرنك ولا بلغوش. وده بعد ما استلموا منه اليونيفورم وادوه مرتبه ومشى. قالوا له خلاص انت كده ابقى نتابعه معاك، ما تابعوش معاه ولا حاجه. ومديره المباشر اللي هو الاستاذ احمد عبد النعيم، انا متواصل معاه 6 مرات على التليفون، يقول لي خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. وقاعد من 8 الصبح ولغايه 5 المغرب، وراح مشى الاستاذ احمد النعيم وسابه على الشارع. وقالوا له بعد كده لا انت جيب يونيفورم وتاجي، لا امن عايز يدخلهم يقابلوا مدير، ولا امن عايز يقابلوا يدوا مرتب ولا اي حاجه، لغايه لاحظوا لما مشوه. الاستاذ احمد النعيم كل شويه يرن عليا، ارن عليه يقول لي خير. طب لا خير، لا في مرتب استلموا ولا حاجه. غير لما ياخذ اللي استلموا اليونيفورم بصموه قالوا له اتكل على الله، انا اديني استلمت مني يونيفورم، ازاي هترجعني شغل؟ ما انا انت اللي بيحولك بكرمك الشركه دي يونيفورم واحد في كرنك، هو ده شغال في الدولي 5 سنين، واتنقل قبل كده البياضيه ما اعترضش، اتنقل في مكان ما اعترضش، وكلنا سلمنا كل الاماكن اللي راحها ما فيش اعتراض فيها، لو نقلوا اي حته ما فيش مشكله معانا. لكن هو اداه مرتبه وخد يونيفورم وقال اتكل على الله، ما فيش ولا اكثر من كده. هو بعديها روح توفى، بس هو ده ما حصل يعني. الخبر جه ازاي يا حاج؟ هو كان قاعد معايا لحد الساعه 5 المغرب. تمام. 5 المغرب اللي هو اولت امبارح، كان قاعد معايا. يا عم احمد لقيته انا ماسك، قسم بعز الجلال الله، قسم بعز الجلال الله، هو وجاي من الشغل، انا ماسك ايده كده بسلم عليه، ماسك ايده، الواد ايده هنا بتتنفض. بقول له يا وائل مالك؟ ايه في انت عيان؟ قال لي لا يا عم احمد انا مش عيان. طب ايه في حد عمل لك حاجه هناك؟ قال لي لا. قسم بعز الجلال الله. تمام. قلت له طب ايه في مالك؟ طب تعالى اقعد معايا شويه. قال لي يا عم احمد انا رايح لامي عشان اقعد معاها لحد ما تظبط لي الموضوع ده. قلت له ان شاء الله باذن الله اظبط لك الموضوع ده. كلام عايشه في جفت، عايشين في جفت؟ لا عايشين في جنة. في جنة نفسها. تمام.
وهو عايش معي هنا عشان شغله هنا في لوكسور، عايش معي. ده ابن اخويا. تمام. وعايش معي هنا. تمام يا حاج احمد. تمام. الساعة 5، الساعة 10:30 بالليل، 11 الا ربع، اخوه بيتصل بيا يقول لي يا عم احمد وائل مات. مات ازاي حبيبي؟ ايه في ايه؟ ده كان معايا من 4-5 ساعات، مات ازاي؟ انت بتتكلم في ايه؟ يكون تعب. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي يا عم احمد هو قاعد معانا، هو من اول ما جه من عندك شكله متغير، بس هو ما بيقولش حاجه لحد. هو طبيعته ما بيقولش حاجه لحد، انما قاعد شكله متغير وقاعد مش على بعضه. الساعه 10 بالظبط، الساعه 10 بالظبط، قال لهم انا نفسي متضايق، تمام، عايز اخد جلسه. اخوه طلب له الاسعاف جنبيهم في العماره اللي وراهم، جات الاسعاف خدته، وصل بيه المستشفى 5 دقائق في المستشفى بالظبط توفى. 5 دقائق بالظبط من اول ما طلع من بيتهم لحد ما توفى، 5 دقائق وتوفى. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. طب اخر حاجة قبل ما يسافر كان قالها لك ايه؟ ما قاليش اي حاجه غير يا وائل انت ايه في مالك تعبان مش تعبان؟ قال لي يا عم احمد انا عايز ارجع الشغل. قلت له حاضر يا وائل، انا اخلصك من موضوع الشغل، ما تشيلش في نفسك، ما تشيلش في نفسك. يعني الموضوع كان مؤثر فيه بشكل كبير. قسم بالله وشه متغير. هو قاعد 3 ايام الواد رايح جاي. انا عايزك بص يا باشا، انا كلامي غير موثوق فيه. امشي في العواميه كلها، مش في الوحده الصحيه اللي هو فيها، في مدرسه الشهداء. طب الشيخ عبد الرسول، الشيخ محمد عبد الرسول، قسم بعز الجلال الله من نص ساعه كان معايا هنا، فبيقول لي يا عم احمد وائل كان قاعد معايا. قول لي الشيخ، روح الشيخ محمد عبد الرسول هيكذب؟ ده القدوه بتاعت لوكسور كلها هيكذب؟ صحيح. روح يا باشا قول له انت قلت لاحمد علي ايه من نص ساعه لما كنت قاعد عنده في العزاء. قال لي قاعد يحكي لي يا شيخ محمد هيمشوني، يا شيخ محمد مشوني، يا شيخ محمد مشوني. يا الله. اقسم بعز الجلال الله. يعني راح اشتكى للشيخ. الشيخ محمد اصلا شغال في مدرسه الشهداء في وشه. ايوه. وهو في الوحده. يعني الموضوع كان قاهره نفسيا بهذا الحد. كان ماشي في الشارع كان هو طبيعته كل ما هو عايش على الفطره، كل ما يعدي على حد سلام عليكم بيضحك مع كل الناس. هو ماشي كده مبتسم كده لوحده وبيكلم كل الناس. فهو هو بيفضفض وصعبان عليه. هو ما بيعرفش يعمل حاجه في حياته غير انه بيشتغل بس. هو دماغه كده، هو ما بيعملش حاجه، بينام الساعه 4 الصبح، يعني ممكن يقعد معانا لحد 4 الصبح، الساعه 6 الصبح القاه طالع بيفتح الباب، يا رايح فين يا حبيبي؟ الدنيا ضلمه. يقول لي عم احمد انا رايح الشغل عشان اقعد مع اصحابي شويه لحد ما يجي ميعاد شغلي. عليه رحمه الله. يعني كان منضبط ومحب للشغل. انا عايز حد ينكر دي فيهم. المباشر بتاعه هنا الاستاذ اسمين هو ابو عبد الله، ده الراجل يعني بيقول كل ما نكلموه يقول لك لا هو ما فيش، هو تابع صراحه حالته في الاول لما كان تعب من شهر، يعني ما قصرش بصراحه معاه على تليفونات، والناس كلها في الوحده ما قصرتش بساعه ولا في مستشفى الكرنك ما قصروش معاه، وكان يعني الناس كلها كويس. فابو عبد الله الراجل اللي هو مديره اللي معاه في الشغل، كان انا بكلمته قلت له قال لي انا مش طرف في الموضوع خالص، ده القرار زي ما انا بيقولوا لي بنفذ، انا بنفذ بقدر. قبل كده انا قالوا لي المعاش والكلام ده اللي هو المدير ابو عبد الله، فقال خلاص، قال هم طلع قرار بس ان شاء الله خير، هيروح مستشفى، هيروح الشركه السبت وان شاء الله خير. لا حد قال ولا بتاع، هم لو عايزين يفصلوه لما يقولوا فصلين ايه ما فيش مشاكل، يعني اعتبروه اتفصل، بس ما يقولوش ان احنا ما فصلوهوش. هو ما فيهاش غير كلمتين، يعني هم يقولوا فصلوه بس انا استلمت منك يونيفورم يبقى انا مش عايزك في اي مكان في الدنيا، غير كده ما يقولوش لا، ما هيجنوا عليه الله يرحمه، لا احنا محتاجين شغل ولا مش عايزين، احنا في مشاكل مع شركه، بس هم يقولوا الحق فقط ده واحد ميت وكان معاهم بس. هو ده اللي نقوله. يعني في معرض كلام الشركه قالوا انهم، يعني انا بنقول لكم الكلام اللي قالوه ان هم ما فصلوهوش، وبدليل ان شؤون العاملين حاليا في الشركه بتجهز مستحقاته ومصاريف الجنازه. وهل الكلام ده صحيح، او هل حد من اداره الشركه قالكم وزاركم بلغكم؟ قال البقاء لله، كل الناس اللي جات المحترمه وحده العواميه بما اكملها، دكاتره، اداريين،
اخصائيين، افراد امن، افراد نظافه. الناس دي من اول ما سمعت احنا كنا في جنة بندفن، والناس دي كانت هنا في البيت، هنا كانت مع اختي ومع ناس جيراني في البيت. الناس دي بتاجي في اليوم 10 مرات. الدكاتره دي انا الساعه 9 الصبح كنا جايين من جنة امبارح 9 الصبح، لقيت 20 دكتور ودكتوره وموظفين قاعدين هنا في الشارع. ما كانش الدكك دي لسه جات، كانوا واقفين، اقسم بالله كانوا واقفين، كانت الدكاتره واقفه وناس واقفه في الشارع عشان تعز. بيجوا 6 7 مرات الناس المحترمه دي. لكن الشركه ما فيش واحد جه قال بقاء لله، ولا بصفه شخصيه ولا بصفه ان هم حد بعتهم الشركه. انما الدكاتره دي بما يرضي الله، وحده العواميه بما اكملها، ناس من المدير الحد اصغر عامل، الناس دي بتجي في اليوم 5 مرات 3 مرات. وزي ما بيقولوا الناس شهود الله في الارض، ده معناه انه كان يتمتع بسمعه وسيره طيبه بين اصدقائه. حضرتك دي السمعه دي تسال عليها الناس اللي معديه في الشارع، بلاش الوحده المكان شغال فيه، بلاش. اسال الناس اللي معديه، اي طفل صغير معدي في الشارع يقول له تعرف وائل اللي في المساكن؟ بس كده، شهاده بما يرضي الله، ما اسالش حد كبير. طب هل وائل يا حاج احمد كان بيعاني من مشاكل صحيه؟ ده زي ما قالوا برضه، بنقول لكم الكلام اللي يا باشا شغال في الشركه 7 سنين. تمام. ليه 7 سنين؟ بيكنس في التراب، شغال في تراب، مات كمية، شغال في التراب. يعني من احداث كورونا الاولانيه دي زمان هو شغال في النظافه، وكان يتعب ويكشف ويعمل، وكانت بردك بس كان ما مقصرش في شغله، فكان بيروح يلبس كمامه ويشتغل، معناش ولا قصر في اي، بيحب يروح موعده 7، كان 6 في الشغل. الناس تقول له جاي من 6 ازاي انت لسه مواعيده كده؟ هو كل حياته كان شغال الصبح، كان يروح 6 الصبح وهو موعده 7، فما قصرش قصه يعني. وهو اصلا انا ابصله بحاله مثلا صحيه، انا يطلع قرار وتبصلوا بيه، معلش سوري يعني باللفظ يعني. فين حضرتك؟ تعبه دي جاي من فين؟ اكيد مش شغل. طب يا فندم هو شغال ايه؟ هو شغال عامل نظافه، تعبه دي من شغل. حضرتك يا فندم انا عايز بس اسال سؤال بما يرضي الله، واحد فيهم يحلف يمين الله، وائل لما كان في العنايه قعد اسبوع، في شخص من الشركه وصل وائل، ده الدكاتره بتوع الوحده الصحيه دي عملوا المستحيل في المستشفى، في مستشفى الكرنك، عملوا المستحيل، راحوا من ورانا، راحوا للاخصائيين والمسؤولين هناك، تمام، قالوا لهم اي مصاريف اداريه على وائل قولوا لنا عشان ندفعها. ده الناس المحترمه، الدكاتره بتوع الوحده الصحيه شغال معاه، الدكاتره والناس المديرين. هو ليه كام سنه في الشركه دي؟ اكثر من 6 سنين. من بدري. اكثر من 6 سنين. قبل تبني الوحدات دي كان شغال في الدولي. كان شغال في الدولي قبل الوحده. يعني كان شغال في الدولي. ايوه يا فندم. وبعدين زي ما حضراتكم قلتوا ما كانش عنده مشكله خالص في التنقل. لا يا فندم، بدليل يا فندم من 6 شهور قالوا له، كان هو راجل طيب، قالوا له في متفتيش جاي عندنا في الوحده الصحيه، تمام، عايزين ناس يكون اليونيفورم بتاعها جديد، تمام، انت هتروح مستشفى البياضيه، تمام، هتتحول مستشفى البياضيه 3 ايام لحد ما تعدي اللجنه، تمام، وهترجع تاني مكانك الوحده الصحيه. الكلام ده يا فندم قعد اكتر من شهر ونص هو في البياضيه، تمام، وبيجي يروح وياجي كل صبحيه، يروح وياجي، تمام. وبرضه اللي جابه هنا، اللي رجعوا الوحده الصحيه تاني هنا، الدكتور عبد الله مدير الوحده الصحيه، هو اللي كلم الاستاذ محمد عبد النعيم والح عليه عشان يرجع، عشان هو كان بيحب وائل، عشان وائل طيب. ايوه. وهو كان بيتنقل بدراجه ولا موتوسيكل ولا؟ ماشي يا فندم، ماشي. كان ماشي. هو مصاريف علاجه كل اللي في المستشفى اللي قاعد اسبوع في العنايه. في حد فكر يقول له انت فين، عملت ايه؟ علي رحمه الله. طيب احنا مش بنتكلم في فلوس، بنتكلم في حاجه، انت بتكلم واحد اتوفى، ما تقولش ان انا عملت له ما تنسبش ولا بيشتكوا من حاجه. هو ده الله يرحمه مات لحاله، بس انا ما يجيش يقول ايه انا نقلت. بس ده حضرتك يعني هو معلش يعني قبل ما تقول له انت ماشي كلام سليم، عارف ظروفه ايه؟ انت عارف ظروفه ايه؟ صحيح. انت عارف ظروفه ايه؟
ده بقى معلش، ده معاه عيل في ثالثه اعدادي بيصرف عليه، معاه اخوه في الجيش بيصرف عليه، اي نعم مرتبه 1400 جنيه 1500 جنيه، هو وافق انه يشتغل على كده تمام مفيش مشكله، الشركه ما عليهاش ادنى مشكله، بس انت حرام عليك. هو متجوز؟ هو كان زمان متجوز، انما دلوقتي بيصرف على اخواته. معاه اولاد؟ لا معهوش اولاد. هو بيصرف على اخواته، ومعاه 3 اخوات بيصرف على اخواته، اكبر واحد في اخواته. هو اكبر واحد في اخواته. اخواته عندهم كام سنه؟ واحد في الجيش وواحد في ثالثه اعدادي، وواحد اصغر من وائل. وهو المتكفل؟ هو المتكفل بيهم. وامه عايشه موجوده؟ امه عايشه وموجوده. طب ايه رد فعل امه كانت؟ ربنا يكون في عونها، انا ابن عمها ومرات اخويا، انا لحد لقمه مش عارف اخش اقول لها البقاء لله، وعايشه معي في البيت اهي. مش عارف اخش اقول لها البقاء لله. هم يقولوا عايزين يفصلوا مثلا قرار مثلا صحي، يعني يقولوا الحاله الصحيه مش ينفع يشتغل في المكان ده، اعمال خفيفه او يتفصل، ده قرار ما فيش مشكله فيه، ما احنا اشتغلنا في مجال نعرف فيه القانون العمل والكلام ده. لكن يقول لك انا مره واحده تقول لواحد ما تجيش بعد 3 ايام وميعادك انت موقوف دلوقتي لغايه لما تروح شركه، ايش السبب؟ يقول يطلع واحد من الشركه يقول السبب يطلع القرار ده، يقول سبب يعني واحد شغال في عمله يقول انت ما تجيش من بكره من يوم الثلاث، انت خلاص اعتبر نفسك انت شغال بس ما تجيش يوم السبت ميعادك في الشركه. ايش السبب؟ هل وحش؟ ما يقول يطلع واحد قرار بسبب كده، ما هو في مشكله في الشركه، ايه المشكله في الشركه؟ ان هي ما قالتش ولا حاجه سبب، ان هو وقفته ليه؟ سؤال. صحيح. انا موظف شغال دايركت، يعني شغال مباشر كل يوم بروح عملي، لا اجازه، كنت واخد اجازه الاثنين وخدت راحتي، جيت يوم الثلاث اشتغلت، اخر النهار قلت لي انت ما تجيش الا ميعادك يوم السبت تجي الشركه، هنشوف القرار بتاعك ايه وندوك مرتبك هناك ونشوف الدنيا مصيرها. هو دلوقتي يبقى فعلا يبقى كده فصلوا، لكن غير كده ما فيش. صحيح. بس يعني كده ما فيش اكتر من كده يعني هم. طيب ايه مطالبكم يا حاج احمد؟ احنا مالناش مطالب، احنا حسب الله ونعم الوكيل. بس مالناش مطالب، حسب الله ونعم الوكيل. اتفضل يا حاج احمد. مش لناش مطالب، طلبنا عند ربنا حسب الله ونعم الوكيل، ربنا يخلص حقه بس وانتوا يعني طلعتوا بتقولوا الحقيقه ان ربنا يخلص حقه، حسب الله ونعم الوكيل بس. شكرا يا حاج احمد وعليه رحمه الله. الله يرحمه.